كان لقاء آخر من حفل تدشين مؤتمر مهرجان الفن والسينما الدولي لدورته الأولى لذوي الإعاقة. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. أتشرف بيك. معاكي أحمد عزب، نائب عام لحملة تقبل اختلافي وعاوز أحقق ابن توحدي. أهلا بيك يا فندم، نورتنا. حضرتك النهارده إيه رأيك في مهرجان سينما وفن لذوي الإعاقة؟ والله هو شيء جميل وشيء مشرف ان احنا النهارده مصر بتتبنى حاجه زي كده، بتتبنى احتفال وكرنفال زي كده عشان نوري العالم كله قد ايه الدور الفعال بتاع مصر، ان هي بتتبنى الاحتياجات الخاصه، قد ايه ان هي ان الاحتياجات الخاصه ابطال في الرياضه، ابطال في الفن، ابطال في الثقافه. وعايزين نقول للعالم كله ان احنا قادرين ان احنا ننمي الثقافه في جميع انحاء العالم، علشان الناس اللي هم ثقافتهم قليله مش فاهمين ده يفهموا ده. رسالة النهارده حابب توجهها لجميع المسؤولين ولكل الجمهور أنتيم. والله انا بوجه رسالتي للحكومه المصريه وخصوصا لوزير التربيه والتعليم. عايز اقول له من حق اطفالنا ذوي الاحتياجات الخاصه ان هم يندمجوا في جميع المدارس ويتعلموا زي النورمال، ويندمجوا في الانشطه الرياضيه والثقافيه. هم مش اقل منهم، بالعكس. انا عايز اقول له ان اهم الابطال اللي كانوا في الفن زي الاستاذ عمار الشريعي اللي قدم موسيقى حلوه لمصر، وعايز اقول له زي واحد زي الاديب طه حسين اللي قدم في الثقافه وفي الفكر العربي، ده كان برضه احتياجات خاصه. مش عيب ابدا ان انا ادمجهم مع الاطفال النورمال، ايه المانع؟ وبرضه بوجه رسالتي ايضا للاهالي اللي هم عندهم اطفال نورمال طبيعيين، وبقول له اطفالنا هيندمجوا بإرادتك او غصب عنك. بشكرك جدا يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا.